أهلا وسهلا، مرحبا بكم مع أوثنتيك تونيزيا. قبل أن تولد المدن وقبل أن تكتب الحروف كانت تونس نابضة بالحياة. منذ آلاف السنين قبل الفراعنة والرومان ازدهرت على أرضنا حضارة عظيمة تعرف باسم الحضارة القبصية، نسبة إلى مدينة قفصة التي كان يطلق عليها قديما كبسة. وهناك بدأت الحكاية تعود الحضارة القبصية إلى ما بين 8000 و5000 قبل الميلاد، في فترة تعرف بالعصر الحجري الوسيط. كان الإنسان يعيش في الكهوف ويستعمل الحجارة أدوات للحياة، لكن القبصيين لم يكونوا بدائيين كما يظن، بل كانوا متقدمين بالنسبة لعصرهم. عرفوا الصيد وجمع الثمار وصناعة الأدوات الدقيقة، وكانت حياتهم اليومية بسيطة ولكن غنية بالمعنى. ففي الصباح كانوا يخرجون للصيد وجمع النباتات البرية، وفي المساء يجتمعون حول النار يصنعون الأدوات ويتبادلون القصص ويخططون ليوم الغد، ويعلمون الصغار أسرار البقاء. ذلك التجمع حول اللهب لم يكن مجرد دفء، بل كان بداية الروح الجماعية التونسية التي ما زالت تسكننا إلى اليوم. كان مركزهم في قفصة، لكن آثارهم امتدت إلى قابس والكاف وسيدي بوزيد وحتى الجزائر، ما يدل على أنها كانت حضارة مغاربية واسعة الامتداد، متطورة في التواصل والتبادل الثقافي. عاش القبصيون في مجموعات صغيرة قرب الوديان حيث الماء والغذاء، وكانوا صيادين مهرة يصيدون الغزلان والنعام والأرانب، ويستخدمون أدوات حجرية صغيرة تعرف بالميكروليث، وهي شظايا دقيقة مسنونة استعملت في الصيد وتقطيع اللحم والجلود. والمثير للإعجاب أنهم كانوا من أوائل من استأنسوا الحيوانات وزرعوا الأرض في شمال إفريقيا، فكانت معهم بداية التحول من الصيد إلى الزراعة، ومن الحياة المتنقلة إلى الاستقرار والبناء، ممهدين الطريق لحضارات لاحقة ستظهر في تونس ومناطق المغرب الكبير. وكان للقبصيين أيضا الفخار البسيط الذي بدأ معهم لأول مرة في شمال إفريقيا. كانت أوانيهم مصنوعة من الطين المحلي بدون عراء أو زخارف مبالغ فيها، وهي كانت عملية للغاية، تستخدم للطهي وتخزين الطعام والمياه، مما يعكس ذكاءهم وإبداعهم في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة لهم. لكن القبصيين لم يعيشوا لأجل البقاء فقط، بل كانت لهم روح فنية راقية، فقد وجدت في كهوفهم حليا من الأصداف والعظام ورسومات منقوشة على الحجارة تشهد على براعتهم وإبداعهم في التعبير الفني منذ عصور ما قبل التاريخ. وفي طقوس الدفن كانوا يضعون مع موتاهم أدواتهم وزينتهم، دليلا على إيمانهم بالحياة بعد الموت ووعيهم بالروح والمعنى. ومع مرور الزمن تطورت الحضارة القبصية وامتزجت بحضارات أخرى، لكن آثارها بقيت شاهدة في كهوف قفصة وفي المتاحف التونسية اليوم. إنها تذكرنا بأن الإنسان التونسي كان منذ فجر التاريخ صانع حضارة ومبدعا بالفطرة. تاريخ تونس لا يبدأ من قرطاج، بل من زمن أقدم بكثير، من قفصة، مهد أول حضارة تونسية، الحضارة القبصية.